السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي داخلين في شهر شعبان، الشهر اللي بيجي بين رجب ورمضان. شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه جدا وبيكثر فيه الصيام جدا. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ده مش هيفطر ابدا، ويفطر حتى نقول ده مش هيصوم تاني. وما شفتش كمل صيام شهر كامل غير رمضان، وما شفتش صام اكتر من شعبان في اي شهر تاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اغلب ايام شعبان. ليه يا ترى؟ سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه: يا رسول الله، ليه أشوفك بتصوم في شعبان أكتر من أي شهر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ده شهر الناس بتغفل فيه بين رجب ورمضان، وده الشهر اللي بترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأنا بحب أرفع عملي وأنا صايم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني شعبان فرصة ذهبية، عشان أولا الناس مشغولة وبتغفل عن الطاعات، فلو عملت حاجة حلوة في الوقت ده قيمتها عند ربنا كبيرة جدا. ثانيا في الشهر ده الأعمال بتترفع لله، الرفعة السنوية، يعني كل اللي عملناه طول السنة بيترفع دلوقتي. فهل هنرفع لربنا صيام وصلاة وقرآن وصدقة، ولا هنرفع كسل وغفلة ومعاصي؟ ويا ريت نفكر كده، لو الأعمال دي هتترفع النهاردة أو بكرة أنا مستعد أقابل ربنا بإيه؟ كمان اللي عليه قضاء من رمضان اللي فات ده وقته يخلص القضاء في شعبان قبل ما يدخل رمضان الجديد، عشان ما يجيش رمضان وهو لسه شايل دين الصيام. والأهم شعبان زي التمرين قبل رمضان، نبدأ نكتر الصيام التطوعي عشان نتعود، ونقرأ قرآن كتير عشان لساننا يتعود، وقيام الليل ولو ركعتين عشان لما يجي رمضان ميبقاش صعب علينا، نبقى جاهزين نستقبل الشهر الكريم بقلب نشيط وروح عالية. في ناس صالحين بتقول كلام جميل عن الشهور دي: رجب شهر الزرع، شعبان شهر الصقر، ورمضان شهر الحصاد. يعني ايه؟ يعني لو ما زرعتش في رجب وما سقتش في شعبان هتحصد ايه في رمضان؟ فياريت من النهارده نبدأ برنامج بسيط لنفسنا في الليالي الجاية، نصوم يومين او 3 في الاسبوع، نقرأ ولو صفحة قرآن، نتصدق ولو جنيه او 2 كل يوم، نصلي ركعتين قبل النوم ونقول يا رب بلغنا رمضان. ربنا يبلغنا رمضان وهو راضي عنا، ويجعلنا ممن يصوموه ويقوموه ايمانا واحتسابا، ويعتق رقابنا من النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.